هو انا حتى لما بنتقد عايز بلدي اقوى واحسن بلد في العالم. احنا زي ما قلت لم نسوق مشكلتنا بشكل كبير جدا، ما عرفناش العالم حجم الكارثه من بناء هذا السد وخطوره هذا السد واحتمالات انهيار هذا السد وتداعياته علينا الاقتصادي. تبطين، معالجه، كل دي حلول، لكن انا بتكلم على الحصه اللي جايه. الحصه اللي جايه ما تقلش امتى؟ يوم ما عدوك شايفك قوي. وزير الخارجيه الدكتور بدر عبد العاطي قادر ان هو يخوض المعركه دي. الحفاظ على هيبه وقوه الدوله المصريه وبأس الدوله المصريه، لا قدر الله لو حصل اي شيء زي ما المثل بيقول عليا وعلى اعدائي. هل مشروع منخفض القطاره اللي كان حلم من سنين ممكن نشوفه حقيقه؟ احنا ازمتنا ازمه غذائيه، ازمه زراعيه، ازمه مياه. طب ما انت بتعالج المشكله كده كده عنده الميه وكده كده عنده الزراعه وعنده كل شيء، كونك مش هتعرف تستثمر ده يبقى مشكلتك كبيره جدا. مشروع محور قناه السويس كان حلم كبير جدا وقلنا هيوفر فرص عمل كتير ويحسن من الاقتصاد المصري، ليه توقف مشروع محور قناه السويس؟ ازاي مصر تنتصر في معركه سد النهضه؟ خلاص اتبنى الملء السائل الخامس شغال حاليا دلوقتي واتبنى، ازاي بقى ننتصر ونحافظ على حصه مصر ما تقلش؟ لانها مش مكفيانا اصلا. بقوه مصر. مصر قويه. نعم. مصر قويه سيهابها الجميع. انت ليك حصه حتى لو هو بنى السد، تمام؟ مش هيتم التلاعب، اصله كده كده السد لازم هيصرف الميه. اصله مش هيشرب الميه اللي ورا السد. بالعقل انا بقول كده بصراحه. لا بس هكمل كلام. لا بس في حته مهم. صح. في حته مهم خطيره جدا. انت عندك 30 كيلو على مسافه ما بين السد والحدود السودانيه. صح. ال 30 كيلو دول ممكن يتعمل فيهم المستحيل، ممكن يتعمل فيهم اللي ما تتخيلوش. ده من 100 سنه كانوا اقترحوا انه يحولوا مجرى النهر للبحر الاحمر. نعم. ارجع الكتابات القديمه. نعم. قال لك الشعب ده لابد ان يعني يبات اللي علينا احنا يعني. نعم. ولهذا بعض تدخل في هذا الامر وقال نحول مسار موضوع بيع المياه. نعم. في بورصه لبيع المياه في امريكا دلوقتي، ارجع وشوف. فاللي انا عايز اقوله، عدوك امتى هيهابك؟ عندما يراك قويا. نعم. متماسكا. ولهذا زي ما احنا بنقول دايما، انا بنتقد سلبيات زي ما حضرتك بتنتقد، لكن لما توصل لغايه بلدي انا حريص على وحده بلدي. نعم. وقوه بلدي. انا عايز بلدي قويه. هو انا حتى لما بنتقد عايز بلدي اقوى واحسن بلد في العالم. يوم ما عدوك يدرك تماما، حتى هو بيعمل السد واتعمل السد، هو في خطوات كانت كتيره جدا محتاجه تتعمل في الفتره اللي فاتت. ده حقيقي. احنا زي ما قلت لم نسوق مشكلتنا بشكل كبير جدا. نعم. ما انشغلناش بالرأي العام وشغلنا الرأي العام العالمي بهذه الأزمة. ما عرفناش العالم حجم الكارثة من بناء هذا السد وخطورة هذا السد واحتمالات انهيار هذا السد وتداعياته علينا الاقتصادية. نعم. ده حصل، ومفيش شك ان الدعم الإسرائيلي الرهيب جدا لهذا الموضوع. ده حقيقي. مفيش نقاش في هذا الأمر، لكن مواجهة السد أو غيره بقوة هذا البلد. بس في الحقيقة هي الدولة استعدت للأزمة دي، يعني مثلا بدأت تعمل حاجات زي صحارة سيرابيوم، زي يا باشا معالجة مياه الترع. بص يا باشا، تبطين، معالجة، كل دي حلول، لكن أنا بتكلم على الحصة اللي جاية. ما تقلش. الحصة اللي جاية ما تقلش إمتى؟ يوم ما عدوك شايفك قوي. هذه العقول الشيطانية لو زي الأسد لو شافك فريسة سهلة هيبتلعك. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي قادر إن هو يخوض المعركة دي؟ والله هو مصري. نعم. في الأول وفي الآخر القضية مش قضية وزير خارجية، قضية دولة مصرية. ده حقيقي. وقوة مصرية بكل ما تحمله معنى كلمة القوة المصرية من معنى. ده حقيقي. فرقم واحد اللي نكون معنيين بيه الحفاظ على هيبة وقوة الدولة المصرية وبأس الدولة المصرية. نعم. لأنه لا قدر الله لو حصل أي شيء زي ما المثل بيقول عليا وعلى أعدائي. نعم. ما تكلمنيش في تفاصيل، لأنه أنت كده كده اللي حضرتك بتتكلم على معالجة مية كلفتنا كام مليار. نعم. قللت الزراعات وبدات تقلل انتاج الارز وبدات تستورد الارز. ما في ناس بتقول يا دكتور مش هنقعد نبكي بقى على ده السد بقى، ما احنا مش تعالى ندور على حلول. ما اللي انا بتكلم عليه اهو، احنا هندور على حلول ونشتغل على الحلول. هل من الحلول ممكن نلجا للري بالتنقيط؟ يا باشا ما هو ده موجود بالفعل. مش موجود عند الكل. لا اللي اقصده ده موجود في المزارع الجديده والمناطق الجديده واللي هي بنتكلم على الفلاحين العاديين. الفلاحين، عشان كده احنا كنا اتكلمنا عن هذه النقطه دي، محتاجه تدريب وتاهيل جديد للجيل الجديد من المزارعين. بس دي تستدعي النقطه اللي كنت اثرتها في الأول خالص، إزاي نواجه مشكلة تفتيت الرقعة الزراعية. نعم. عشان تشتغل على الري بالتنقيط محتاج مساحة على الأقل 5 أفدنة. صحيح. أو 10 أفدنة تكون مربع منديل. صحيح. طيب أنا ليا إيراد وسامح له 5 قراريط في الفدان الواحد، إزاي أنا محتاج من المختصين
ازاي يبقى ليا ملكيتي معروفه في هذه الارض الخمس افدنه وتبقى مصانه وليا حق عليها واقدر ابيعها واقدر اشتري واقدر ابيع، وفي نفس الوقت هنكمل اتفضل. وبالتالي اقدر اشتغل مع تكنولوجيا جديده واجيب جيل جديد يتولى زراعه هذه الخمس افدنه اللي هم مملوكين يمكن ل 500 واحد. ده حقيقي. وتتراوى بهذه الطريقه الجديده. دي التحدي. نعم. لان انا عندي خلاص الرقعه الزراعيه اتدمرت. حضرتك بص فوق كده هتلاقي مفيش قراطين على بعض. ده حقيقي. الري بالتنقيط مش بس هيعالج ازمه سد النهضه، ولكن هيوفر على الفلاح السولار. حاليا دلوقتي غالي بشكل كبير. طريقه الري التقليديه بتستهلك منه سولار كتير. مش كلام. كمان السماد. صح. في الري بالتنقيط انت بتحط السماد في الشبكه بتاع كل ده حلو جدا. ده مش كده وبس، ده انا هبدا ادرب الناس دي على انهم يزرعوا بالتنقيط، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك كنت اشرت لنقطه اللي هي تعظيم الانتاجيه. نعم. بدل ما بنتج كيلو من نفس البذره دي نعم. هنتج 10. نعم. ازاي بقى ادخل اللي هي الجينات المحسنه او البذور المحسنه وراثيا والحديثه اللي بتضاعف انتاجيه القمح، اللي بتضاعف انتاجيه الذره، اللي بتضاعف انتاجيه كذا، ويكون ري بالتنقيط. ده تحدي. ده تحدي المفروض انا كوزير زراعه اشتغل عليه. نعم. ازاي ااهل الشباب دول واقول لهم انا هاخد 1000 شاب من كل محافظه ااهلهم على الزراعات الجديده. نعم. هتطلع من عندي هتاخد مساحه كذا، ولو انتوا كمجموعه من الفلاحين في هذه القريه جمعتوا المساحه هنديكم دعم كذا. نعم. وهنديكم الشكاره اللي بتتباع ب 1000 جنيه هنديها لكم ب 200. مشكله سد النهضه هي مش مشكله مصر بس، بل كمان موجود معانا السودان. طبعا. ازاي مصر تستفاد من المساحه الهائله اللي موجوده في السودان؟ شوف انت شايف قضيه السودانيين اللي موجودين في مصر. نعم. ويمكن انا من احرص الناس عند الحديث عن الاخوه في السودان والموجودين في مصر، لانهم جزء مننا، مش مجرد عشان انا عايز مصلحه. لا. احنا تاريخيا واحد. نعم. يعني البعض بيدخل يحرق الدنيا كده ما بيننا وبين اخواتنا السودانيين. نعم. احنا متربيين مع بعض وعايشين مع بعض، ولهذا في حاله من الاحتواء رغم مشاكل البعض. بس ما اقدرش اعمم، لا يعمم الا جاهل. نعم. لكن السودان خير كبير جدا للمصريين وللسودانيين. نعمل ايه بقى عشان نستفيد؟ يا سيدي العزيز، انا عايز افكر حتى من دلوقتي مع الملايين اللي موجودين من السودانيين عندنا او الالاف، نجهز كوادر علشان لما نيجي ان شاء الله بعد انتهاء، اصل ان اجلا او عاجلا هتنتهي الازمه في السودان. اكيد. يعني مفيش حرب بتدوم تستمر الى الابد. نعم. مفيش دول بتفضل تحارب بعضها ولا شعوب بتفضل تحارب بعضها الى ما لا نهايه. نعم. هيجي اليوم ان السودان هتعود. ليه ما نستثمرش الكوادر الشابه السودانيه المصريه لما ترجع السودان نشتغل على تعظيم الانتاج الزراعي؟ نعم. والاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني والداجني. نعم. وتبقى خيرنا لينا كلنا. ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، سيبك من اللي بيطلعوا في بعض الميديا احيانا يخبطوا في السودانيين او السودانيين يخبطوا في المصريين. نعم. دول لا يمثلوا، لا يعبروا عن شيء. هؤلاء لا يمثلوا السودانيين ولا يمثلوا المصريين. ده حقيقي. لكن انا بقولها لك وانا على يقين من دلوقتي. نعم. ملايين السودانيين لما هيرجعوا السودان هيبقى عندهم ولاء غير عادي لمصر. نعم. هيبقى زي اللي راح درس في الازهر ورجع بلده. نعم. ده عاش في مصر وراجع عنده انتماء لهذا البلد اللي احتضنته في وقت ازمته. نعم. ده لازم يكون سفيرك في السودان للمرحله القادمه. نعم. اللي هي مرحله اعاده بناء السودان، نكون احنا جزء منها. نعم. لتستفيد السودان ويستفيد المصريين. احنا ازمتنا ازمه غذائيه، ازمه زراعيه، ازمه مياه. نعم. طب ما انت بتعالج المشكله، كده كده عنده الميه وكده كده عنده الزراعه وعنده كل شيء. كونك مش هتعرف تستثمر ده يبقى مشكلتك كبيره جدا. راجع نفسك. فاحنا نجهز من دلوقتي، مش مجرد كله نايم مكانه. نعم. انا عندي دلوقتي الملايين السودانيين، كيف نظمنا ورتبنا لفتره ما بعد عوده السودان. نعم. لتحقيق المصلحه المصريه والمصلحه السودانيه. هل مشروع منخفض القطاره اللي كان حلم من سنين ممكن نشوفه حقيقه؟ ده حلم كبير. نعم. منخفض القطاره حلم كبير، وده حلم مصر، وهيبقى لنا لقاء مطول عن حلم مصر. نعم. وده اللي محتاج تسخر له الطاقات وتوجه له الاستثمارات. نعم. لان منخفض القطاره موضوع كبير. نعم. هو كنز موجود في ارض مصر. الكنز ده هيستثمر زراعيا، صناعيا، وحتى انتاج الكهرباء. نعم. انا مش راجل متخصص في الجيولوجيا. دي النقطه وعلوم اللي عايز الأرض. اتكلم حضرتك فيها، لان كتير قوي بيقولوا جيولوجيا. الموضوع اكبر من ذلك. نعم. الموضوع غير كده خالص. مشكلتنا يا سامح بيه ان احنا ما جبناش اهل العلم واهل الاختصاص نسمع لهم. نعم. اهل الجيولوجيا واهل البحوث الزراعيه، نجمع دول مع بعض. المكان ده مساحه مئات الملايين من الافدنه. نعم. 600 مليون فدان على ما اتذكر. نعم. مساحه
الفيوم نفسها منخفض. نعم. الفيوم في حقيقة الأمر ما هي إلا منخفض. منطقة الفيوم منخفض. نفس الكلام على سيناء، ازاي نستفاد؟ الدولة عملت كتير جدا وانفاق وعملت تطوير. شبكة الطرق دي كانت مهمة جدا. نعم. لكن فكرة الاستثمار فيها دي محتاجة دراسات جدوى للمشروعات، وفي نفس الوقت زي ما بنقول محتاجين نركز قوي في القادم الأيام عشان الناس تقرب أكتر من بلدها. نعم. توزيع ثمار التنمية. نعم. توزيع ثمار التنمية، يعني سامح يحس إن اللي بيحصل ده سمع في جيبه، سمع في دخله، سمع في مستوى معيشته، سمع في عيل من ولاده اللي قاعدين جنبه في البيت من غير شغل. عشان احس بده. علشان كده بقول لحضرتك مشروع محور قناة السويس كان حلم كبير جدا، وقلنا هيوفر فرص عمل كتير ويحسن من الاقتصاد المصري. ليه توقف مشروع محور قناة السويس؟ لأنه اعتبارات كثيرة. الأزمات الاقتصادية اللي احنا مرينا بيها، روسيا كان أول الواعدين. كانت روسيا والصين وغيره، وهم رجعوا دلوقتي بالمناسبة. وعلى فكرة مصر قبلة واعدة للاستثمار رغم كل السلبيات. نعم. هتظل، لأن أنت عندك إمكانيات جبارة. نعم. يا فندم، عشان الناس اللي بيتكلموا على التاريخ والجغرافيا، ما أنت لو عارف قيمة موقعك مش هتقول الكلام ده. ده حقيقي. يعني أنت لو عارف قيمة موقع مصر الاستراتيجي الخرافي مش هتقول مش عايزين تاريخ ولا جغرافيا. نعم. ده أنت موقعك العالم كله يحلم إن يكون له قدم في مصر. يعني حضرتك متابع وشايف إن مشروع محور قناة السويس ده هيرجع للنور قادم 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 قادم. بس هي القضية في أوضاعنا، فكرة عدم استقرار وضعك الاقتصادي والجنيه والدولار، أشتغل خطة أفكر إزاي، وفي نفس الوقت مع أزمات، مع حروب، مع حريق في كل مكان. نعم. كل الحاجات دي برضو أثرت على مع كيانات منافسة زي نيوم. نعم. في المملكة العربية السعودية وقفوا خلاص. يعني اللي أنا عايز، لا في الأول وفي الآخر بيدوا مزايا رهيبة جدا. ده في مستثمرين، آلاف المستثمرين المصريين راحوا الخليج في الفترة اللي فاتت. نعم. دي مشكلة تانية محتاجين بنتكلم فيها. آلاف المستثمرين راحوا عملوا مشروعاتهم وشركاتهم ما بين الإمارات والسعودية وسلطنة عمان. هو اللي يخوف يا دكتور في الحقيقة، ثالث أكبر مستثمر في السعودية خلال الفترة الماضية في السعودية والإمارات وعمان المصريين. اللي يخوف أكتر بدائل قناة السويس. نعم. بدأنا نشوف الفترة الأخيرة إن في بدائل لقناة السويس. المشروع الإماراتي والمشروع السكة الحديد والمشروع الإسرائيلي ومشاريع كتير جدا. هل ممكن قناة السويس ممكن تنتهي في المستقبل ويكون في بديل ليها؟ بص، لا يمكن لقناة السويس أن تنتهي. نعم. إطلاقا. هتظل هي الأساس حتى لو السكك الحديدية. ما يقول لك القطار 8 عربات أو 10 عربات بيشيلوا معرفش كام 100 ل 200 طن ولا معرفش ايه. نعم. ده حمولة السفينة الواحدة 34 معرفش مليون طن. نعم. 34,000 طن عفوا. نعم. بتتكلم في ايه؟ لا، سيظل النقل البحري عبر قناة السويس له أهميته وله وزنه، بس العبرة مش مجرد نقل فقط. انت ازاي زي ما كنا بنفكر بقى والمشروعات اللوجستية والصناعات اللوجستية وصيانة السفن وإنشاء السفن ومش عارف التخديم، بيزنس تاني خالص. نعم. وكله يخدم على بعض. انا والله حتى لما كنت عندكم في المحافظه في الشرقيه رحت عملت طريق اسمه طريق رمسيس رابط ما بين صان الحجر وبورسعيد. قرب المسافات. قالوا لي ده طريق خرابه وتراب وبتاع، بس خلال تلت ساعه تكون في قلت عشان سياحه اليوم الواحد. حصل. لو في سفن راسيه في بورسعيد يجي صان الحجر. صح. الموضوع بقى سهل جدا. ما هو انت لما يبقى في دماغك فكر تنموي هتشتغل بالفكر ده. صحيح. ده عشان كده انا دايما بقول مش عشان انا رجل اقتصاد. نعم. لازم اللي بيدير يكون عنده قدرات اداريه، وفي المقام الاول يكون عنده فكر اقتصادي وافق اقتصادي.